ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. هنعمل مع بعض دلوقتي البيتي فور. معايا كوبايه زبده. اهم حاجه الزبده ما تكونش سايحه، تكون بحراره الغرفه. بعد كده انا هضيف عليها نص كوبايه سكر بودره. عاملاه كويس جدا، نخلاه كويس جدا بعد ما ضربته في الكبه. بعد كده هبدأ اضرب الزبده مع السكر البودره بالمضرب الكهربائي كويس جدا. بعد كده بقى هبدأ اضرب فيه كويس جدا بالمضرب الكهربائي. اهم حاجه نضرب الزبده مع السكر كويس جدا، تبقى عامله زي كريم شانتيه كده لغايه لما لونها خالص يفتح زي ما انتم شايفين كده. بعد كده معايا بيضايه بحراره الغرفه. اهم حاجه ما تكونش في التلاجة. بعد كده هضيف عليها فانيليا سايله، والافضل انك تستخدمي في البيتي فور او الكحك الفانيليا السايده مش البودر، تديله ريحه حلوه جدا. بعد كده هفضل اضرب المضرب خالص لغايه لما البيضه تختفي تماما عشان ما يبقاش اي فيه زفاره. بعد كده هضيف كوبايتين دقيق. طبعا الدقيق ده حسب نوع الدقيق اللي عندك، يعني ممكن انتي تحطي كوبايتين ونص، تحطي مثلا 3. اهم حاجة انتي تحطي الدقيق واحدة واحدة لغاية لما تتأكدي ان العجينة مبقتش تلزق خالص في ايديك. بعد كده هبدأ بقى احطها في المكبس البيتي فور بتاعي. انتي لو عندك قمع ممكن تستخدمي القمع، انا هنا عندي المكبس فهبدأ اشتغل بيه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هكمل بقى بقية الكمية كلها وبعد كده هحطه في درجة حرارة 180 في الفرن. اهم حاجة ان الفرن قبلها يكون سخن قبل ما تحطي فيه البيتي فور. وده شكله كده بعد ما طلع في الفرن. اهم حاجة تخلي بالك جدا ان البيتي فور ما بيستحملش خالص. هنبدأ مع بعض بقى نزينه. انا معايا هنا فرماسيل الوان وشوكولاتة ومعايا جوز هند، فاللي عندك متواجد زيني بيه. هبدأ احط بقى على كل واحدة بالمربى، او ممكن تستخدمي شوكولاتة سايحة لو عندك. انا عندي هنا مربى فهستخدم مربى، فهبدأ ألزق كده بيها وازين بيها زي ما انتوا شايفين. ولو عاوزاه بالشوكولاتة هتضيفي معلقتين كاكاو خام. وكده شكله بعد ما خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك عشان يوصلكوا كل جديد.